انا رحت الفيوم. وانا كمان رحت الفيوم، وانت كمان ادم لسه بتتفرج عليا لحد دلوقتي يبقى شكلك كده عايز تروح الفيوم. تعال هقولك ايه اللي مستنيك هناك. تحية كبيرة، معاكم نويرة. لو انت عايز او بتفكر تطلع الفيوم فالفيديو ده ليك. وزي ما احنا متعودين ان انا لما بطلع اي رحلة بقول رأيي فيها بكل صراحة، ورأيي في رحلة الفيوم دي انها بصراحة دي اكتر رحلة اوفر ريتد انا طلعتها. انت لما تروح ممكن تتبسط، لكن انا ما اتبسطتش لاني كنت حاططها في مقارنة مع اماكن كتير رحتها قبل كده زي دهب او سيوة او شرم الشيخ او الاقصر او اسوان. لكن في الحقيقة الفيوم صدمتني، بداية من بحيرة قارون اللي شكلها جميل جدا، لكن يكفي انك تعرف ان عليها 17 صرف صحي ل 82 قرية. ودي معلومة مهمة جدا للناس اللي اول ما بتوصل بتقلع الكوتشي وتنزل تبلبط برجليها في البحيرة. تاني حاجة بقى طلعنا على الشلالات واخدت فيها صدمة السنين. انا كنت متوقع الشلالات دي حاجة كبيرة زي ما بنشوفها في الفيديوهات، لكن في الحقيقة قال لك في الفيوم في شلال. تعالوا اوريكم فين الشلال. شايف الترعه اللي هناك دي؟ شايفين مصب الميه ده؟ هو ده الشلال. وهنا كانت الصدمة، ده غير الزحمة الرهيبة اللي هناك والعيال قلعة ونازلة في المية وحاجة فيستك خالص. ده مولد سيدي العريان. بعدها رحنا على جبل المدورة وده كان جميل الصراحة. الحاجة الوحيدة اللي علت الأدرينالين عندي زي ما انتوا شايفين في جبلين، واحد مليان ناس والتاني كان فاضي. وهنا أنا أخدت القرار هطلع الفاضي، وفضلت ادور على مكان اطلع منه لحد ما وصلت لسر الطلعه، وبقيت انا الوحيد على الجبل لحد ما كله بدا يقلدني. وبعد ما نزلنا من على جبل المدوره اتحركنا علشان نعمل ساند بوردنج، وانا جربتها قبل كده في سيوه وفي الواحات البحريه، وبصراحه مفيش مقارنه خالص. لذلك قررت ان انا مش هلعب، لكن هقعد اسجل في كل الكوميديا اللي هتحصل في المكان. بعد كده خطفتني شويه في الصحراء بعيد عن الناس علشان استمتع بالهدوء، وبعد كده طلعنا على بحيره قارون مره تانية علشان نتغدى ونعمل حفله غريبه فكرتني بافراح الشوارع. ورأيي في الرحله دي ما كانش رأيي لوحدي، ده كان رأي الشباب كمان معايا، فتعالوا نشوف. اتفرجوا على الفلوج بتاع نويرة يا جدعان، وبجد بجد يعني محدش يكرر التجربه اللي احنا خضناها او نويرة خاضها، انها بجد تجربه لا اتمناها لألد اعدائي. وبس شكرا. محافظه الفيوم، الرحله كانت صعبه وشاقه جدا وكانت متعبه، لكن كان فيها ناس طيبين وكان فيها ناس حلوه. معاكم الرجل الاخطر على الاطلاق. محدثكم النهارده من الفيوم، من شاطئ تونس. اليوم رغم انه كان فيه انشطه كتير، بس الصراحه احنا فرهضنا وبنسال احنا اليوم هيخلص امتى من كتر الانشطه ما كانت مرهقه، او يمكن عشان انا جاي مش نايم الله اعلم. بس اعتقد ان ده لا قرار جماعي بيؤيدني فيه الزملاء. بس التجربه اوفر اول يعني هي جربها مره على الاقل في العمر. لو انت فيك صحه، لو انت صحتك على قدك، خليك في بيتك احسن. ودي كانت نهاية حلقتنا، لكن مش نهاية فيديوهاتنا. استنونا في مغامرة جديدة. سلام.